3 حاجات لسه فاكر إن هي بتجيب لك reach وبتزود لك التفاعل، مع إن هي في الحقيقة ما لهاش أي 30 لازمة. ارتفع أيها البوست. هو انتي بتعملي ايه؟ إيه يا ستي، بحاول أخلي البوست يترفع والناس كلها تشوفه، بس مفيش حاجة اسمها كده ببساطة، لأن الخوارزميات بتعرف تفرق بين الكومنتات الحقيقية والكومنتات الفيك اللي هي من نفس الشخص وما بتحتويش على حاجة أصلا، زي نقطة زي أب. أرجوك ما تعملش كده. تاني حاجة وهي مسابقات اللايك والشير وهنكسبك تفاح. محدش مهتم يكسب تفاح، ولو مهتم هو مش مصدقك عشان انت عارف ان انت بتحور، فمش هيقف عندها، ولو ما وقفش عندها وجرب بسرعة فالخوارزميات هتعرف ان محتواك ده الناس مش بتحبه، هتقلل لك الوصول اكتر بدل ما تزوده، فبلاش تعمل كده. تالت حاجة واللي انا شخصيا اتصدمت لما عرفتها، ال50 هاشتاج اللي انت بتنزلهم على كل بوست دول وفاكر ان هو كده هيوصل لناس كتير، ما بقاش ليهم اي 30 لازمة. تقصدي يعني ان كل الهاشتاجات اتلغت تأثيرها تماما؟ مش بالظبط، متى بس اللي لغت تأثير الهاشتاجات خالص في آخر أبديت، ولكن باقي المنصات شغالة بيها عادي، ولكن آخرك 3 هاشتاجات بس، لأن أنت لو زودت عن كده ولا كأنك عملت أي حاجة. بشكل عام المنصات دلوقتي بقت تعتمد على الكلمات المفتاحية أكتر من الهاشتاجات، يعني أنت لو كتبت في الكابشن بتاعك أو البوست كلمات الناس بتدور عليها وبتسرش عنها أصلا، هيظهر لهم وهيظهر للناس المهتمين. وبكده أكون خلصت بارت 1 من حاجات كنت فاكر إن هي بتجيب ريتش وطلعت في الآخر ملهاش أي 30 لازمة. لو عايزين بارت 2 اكتبولي في الكومنتات. وما تنساش أنا لوجين كونتنت كريتور وديجيتال ماركتير، بقدم هنا تيبس اند تريكس في الماركتنج والكونتنت. تابعني.